السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم يا رب بكل خير. في عجالة كده عشان الكلام كتير، وعايز أختصر الوقت عشان الفيديو ما يبقاش طويل على حضراتكم. الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية، هل هي حقيقة أم مجرد مسرحية هزلية اتعملت، والفينالة بتاعتها الفينش بتاعها يعني كان عبيط قوي قوي زي ما حضراتكم شفتوا يعني. هل هي حقيقة ولا تمثيلية؟ طيب، أول حاجة أنا عايز بس إيه نتفق عليها قبل ما أدخل في الموضوع على طول. هل أنت كشخص، يعني أنا بتكلم بصفة عامة مش بحدد يعني، شخص بتدور على الحقيقة وعايز توصل للحقيقة وبس، ولا انت بتأيد طرف ما، سواء بتعارض او بتأيد تأييد اعمى او بتعارض معارضة عمياء وخلاص؟ بعد الجملة دي آه فكر شوية. يعني انا هدفي من الجملة دي ان احنا عايزين نوصل للحقيقة والصواب بس بما يرضي الله، علشان تبقى شخص واعي محدش يضحك عليك ابدا، وتبقى عارف الحقيقة. وهي الحقيقة على فكرة دايما بتبقى واضحة، لأن محدش بيقدر يخبي الشمس ولا بيداريها ولا يداري الحقيقة. والشعوب كمان محدش في العالم بيقدر يضحك عليها، وإن يعني تاهت بعض الوقت، لكن في النهاية وبطريقة سريعة جدا بيوصلوا للحقيقة. وهي دي سنة الحياة والغريزة اللي جوه البشر، إن مهما كان يعني إلى النهاية نهاية أي أمر أو نهاية أي شيء، مش هينتصر الباطل على الحق يعني، او الحقيقة مش هتدارى، وهيفضل الباطل هو اللي مكمل طول الوقت يعني. طبعا دي حاجة مش محتاجة كلام. ننقل بقى من الجملة دي عشان طولت فيها شوية، معلش. بس هي الأساس اللي أنا ببني عليه الفيديو ده كله يعني. أول حاجة يا جماعة بالعقل كده، أولا يعني أنا بتكلم مع حضراتكم في السياسة، مجرد آراء في السياسة، عشان الناس المتشددة والمتعصبة والتعليقات والحاجات السلبية دي كلها ملهاش لازمة. أنا بتكلم في موضوع ببساطة وبالراحة وبأدلة وبالعقل، يبقى تقنعني أقنعك وخلاص. كل واحد ليه وجهة نظره، وكل واحد يعني بيبقى شايف الموضوع بعقليته، حسب متابعته وحسب ثقافته وحسب رؤيته للي بيحصل واللي بيدور الآن يعني. فببساطة إذا كان الموضوع عاجبك وعايز تتابعه، يعني نتابعه باحترام ونحترم بعض. لا داعي للتعليقات اللي هي السلبية أو التخبيط أو الكلام ده، هي مجرد آراء لا تفسد للود قضية، أرجو ذلك يعني. وبعدين يا سيدي، بالعقل كده، وفي كل دول العالم أو أي حرب في العالم، لما دولة بتحارب دولة، ما بتجيش الدولة اللي هتضرب تقول للدولة اللي هتتضرب ببساطة، أنا بتكلم بشكل مبسط جدا، يا جماعة احنا هنضربكم يوم كذا، تمام، والساعة كذا، فاعملوا حسابكم وهنضرب الأماكن الفلانية، وهنضرب قد إيه. مفيش كده في الدنيا يعني، مفيش كده، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها، لو الحرب حقيقية، في حاجة اسمها عنصر المفاجأة. ده يعني يمكن البعض درسوا في التاريخ في حرب أكتوبر مع إسرائيل عنصر المفاجأة، وده بيتوقف عليه طبعا حاجات كتيرة جدا جدا يعني. فدي حاجة ملموسة ودليل على ان الموضوع من الاول، وكمان العالم كله كان عارف يعني العالم كله كان عارف بالحرب الا ايران. عملت زي الراجل الممثل يعني، اللي عمل ازاي، قال لهم يعني ينفع تخضوني الخضة دي؟ ينفع تخضوني الخضة دي يعني؟ اتفاجئ الراجل يعني. المهم، دي اول نقطة. طيب، ايه الهدف؟ نخش بقى في الموضوع على طول. انا بحاول يعني اختصر الموضوع الى حد ما، بس الكلام دايما ايه بياخدنا يعني. فهنحاول نختصر الجزء اللي باقي ان شاء الله، عشان برضو الفيديو ما يبقاش طويل على حضراتكم يعني. السؤال الاهم في الموضوع كله، ايه الفايدة او ايه الاهداف بالنسبة لايران وبالنسبة لاسرائيل وامريكا من الحرب دي؟ هيستفيدوا ايه باختصار يعني؟ اولا، في مشاكل في امريكا تجاه ترامب، وان شئت فقل ترانش، الرئيس ترانش، خلينا نسميهم كده، الرئيس ترانش والرئيس نتنياهو
والترانش او الترنشاو. يعني هم اقذر ما يكون يعني في الاسماء دي فعلا ايه، ليهم منها نصيب يعني. المهم وكمان النظام نظام ايران، النظام الشيعي في ايران برضو الثلاثة دول مغضوب عليهم من الشعوب بتاعتهم، والوضع الداخلي في الثلاث دول دول ولو ان طبعا مش عايز اقول على اسرائيل دولة ابدا، بس يعني المهم خلينا في صلب الموضوع عشان ما نتطرقش المسائل الجانبية. مغضوب عليهم الثلاثة، والثلاثة عايزين يكملوا في الحكم وفترات رئاسية جديدة، فعايزين باختصار يكسبوا ثقة الشعوب بتاعتهم. فطبعا الباشا طبعا الكبير نتنياهو عايز طبعا يتوج ملك في تاريخ الصهاينة ويبقى بطل الأبطال، ويقول لهم أنا اللي قضيت على المشروع النووي الإيراني. وطبعا إيران بالمشروع النووي بتشكل خطر وجودي على إسرائيل، طبعا دي حاجة يعني بترعب الصهاينة. وكمان أول ما انضربها أنا وقضيت على المشروع النووي وجبت لكم النصر واخضعنا ايه ايران. فطبعا هنا الانتخابات بتاعته لحد 26 يسجل طبعا ملك وصاحب انتصارات وارقام غير مسبوقة في التاريخ بتاعهم، هم بيحسبوها كده على فكرة. وبالنسبة برضو نفس الشيء لترامب، طبعا ده مغضوب عليه الى الان، حتى كمان الدنيا مقلوبة عليه في امريكا. فبرضو عايز يقول نفس الكلام، ان انا برضو بالنسبة لامريكا ان انا قضيت على المشروع الايراني وساندت اسرائيل علشان خاطر تبقى هي المسيطرة والمهيمنة بالنووي في المنطقة، مفيش اي دولة اخرى تشكل اي خطر وجودي عليها. ولما يكون عند اسرائيل سلاح نووي لا تمتلكه المنطقة كلها، يبقى فيه ايه امن وامان بالنسبة للمواطن الاسرائيلي. تمام. ده جزء من الاهداف بتاعة الحرب. وكذلك برضو الدنيا مقلوبة بدليل الاختراقات، خدوا بالكم، بدليل الاختراقات الرهيبة اللي موجودة في إيران. أولها بدأت طبعا بالراعي الرسمي للبرنامج النووي الدكتور محسن زادة. طبعا ده أبو المشروع النووي في إيران اللي قتلوه في العالم النووي. وطبعا إيران برضو ما انتبهتش، وبعد كده قتلوا رئيس الاستخبارات وقتلوا رئيس الأركان والمساعد بتاعه، وقتلوا رئيس الحرس الثوري وبرضه المساعد بتاعه والنائب بتاعه. تمام. وبرضه قائد القوات الجوية، كل دول و70 عالم من علماء الذرة في إيران وغيرها، وتوالت الاغتيالات. ده معناته إيه؟ معناته إن خلاص إيران دي كلها اخترقت من الداخل. شوف لما انت متخيل يعني ايه ده ايران لما تكون هي دولة قوية كده يحصل فيها الاختراقات دي، ورئيس الاركان والحرس الثوري، الحرس الثوري يتقتلوا، والعلماء بتوعها كمان. يعني ده معنى ذلك ان في خونة، يعني كل 3 مواطنين فيهم واحد خاين في ايران. المهم يعني برضو النظام الايراني عايز يكسب رضا وثقة الشعب الإيراني ويكمل في الحكم، لأن طبعا الهدف من الحرب دي كمان من ضمن الأهداف بتاعت أمريكا إن هي عايزة تقضي على النظام ده وتجيب ابن الشاه. طبعا زي ما كانوا بيتكلموا الفترة اللي فاتت ابن الشاه، شاه إيران، ويمسكوه الحكم. طبعا ده هيبقى كارت في إيديهم، فيعملوا كل حاجة ولا يحتاجوا الحرب ولا يحتاجوا أي حاجة إذا مسكوا ابن الشاه في إيديهم يعني. فطبعا برضو اللي ماسكين ايران، الحكام بتوع ايران من غير ما نقول اسماء يعني، عايزين يفضلوا في الحكم ومسيطرين على ايران حتى لو على حساب الشعب الايراني كله. دي هي الحقيقة للأسف يعني. فالحرب دي لما ايران تضرب على اسرائيل زي ما ضربت كده، وطبعا حققت برضو انجازات ان هم نزلوا الشعب الاسرائيلي كله في الملاجئ وعملوا رعب، ومن سنة 48 إلى الآن مفيش حد ضرب إسرائيل إلا هم وغيره وغيره طبعا، وضربوا مواقع كتيرة جدا جدا في إسرائيل. بس هي في النهاية كل المواقع اللي ضربوها ديت كلها بشوية دولارات من أمريكا هتستعيدها تاني مرة تانية يعني. مفيش خسائر إيه، ما ضربوش بالكيماوي، ما ضربوش بأسلحة تقيلة.
او عملوا عدد كبير جدا في القتل او الكلام ده، كلها حجاره في النهايه هيتم ايه بنائها تاني بالدولارات. واللي بيدفع الدولارات مين؟ انتوا عارفينهم طبعا، حبايبنا الخلايجه. قبل الحرب طبعا ترامب لم منهم تريليونات الدولارات، تمام، كلنا عارفين الكلام ده. والناهيه طبعا الباشا الكبير طبعا بتاع قطر ادالهم لسه من كام يوم. طبعا العالم كله شاف الكلام ده، ولو انت مش ما شفتوش يعني معلش، يعني انت نايم شويه، ادخل كده هتلاقي كل حاجه موجوده على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب. كل كلمه انا بقولها لك ما كانتش موجوده وموثقه على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا وعلى جوجل، تعال حاسبني فيها يعني. لان انا بيهمني والله ان انا اوصل للحقيقه واقول الحقيقه وبس، لا يهمني اشخاص ولا حكومات ولا دول، يهمني الحقيقه ووطني وبس. والله بقولها من قلبي يعني. لا تبع تيارات ولا احزاب ولا كل ده زائل وبيتغير طول الوقت، لكن يبقى الوطن وطنك، وطنك وبس، وطنك وبس. في ظل الخيانات الرهيبة اللي بتحصل، وشايفين دولة بقوة ايران يحصل فيها الاختراقات دي كلها، وشغالين على اختراقها بالاي اي والاستخبارات الاسرائيلية، اخترقت كل ايران بالشكل ده، وحتى الجيش والطيران والاستخبارات كل ده بالشكل الرهيب ده، والناس نايمة. ده يعني صباح الفل يعني. ده مفيش خالص اي يعني جهاز المخابرات بتاع ايران ده مش موجود خالص يعني، يا اما متواطئ واخد بال حضرتك، يا اما الخيانة زي ما اتكلمنا كده وشرحناها يعني ما رهيبة جدا ملهاش سبق قبل كده. المهم فهو وطنك هو اللي باقي لك وبس. واحنا النهارده كل الدول اللي حوالينا كلها بلا استثناء وقعت وسيطرت عليها امريكا واسرائيل. ما فاضلش طبعا غير ايران، وهم شغالين عليها كويس قوي، وبعد كده تركيا، وطبعا الكتلة الصلبة مصر. ومصر طمنوا يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي تجلى عليها من 7 سنوات، واللي ذكرها 4 مرات في القرآن، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، حافظها فاطمنوا عليه ما تقلقوش. الجيش بتاعها قوي جدا، والمخابرات بتاعتها واعية جدا جدا لكل حاجة بتحصل. ولو انت عايز اشرح لك، بس انا طبعا مش عايز اطول الفيديو لان الفيديو طول برضو معانا شوية اهوت. كل حاجة بالأدلة وموجودة، ما عنديش حاجة لا سامعها من حد ولا حاجة، كل حاجة مكتوبة ومسجلة وموثقة بالمقالات الرسمية والمصادر الرسمية، سواء فيديو أو أوديو أو سواء كتابة يعني ما بنجيبش إشاعات أو بنجيب حاجات مزيفة يعني. كل حاجة موجودة، واللي عايز يدخل يدور على أي معلومة من اللي أنا بقولها هيلاقيه موجودة إن شاء الله يعني. المهم نرجع تاني للأهداف. وإن شئت فقل اللحاف. احنا قلنا كده الهدف ان طبعا ال3 رؤساء دول عايزين يكملوا في الرئاسة ويسجلوا ان هم ابطال في بلادهم، فيكملوا طبعا فترات تانية مقبلة في الرئاسة. بالنسبة لإيران وبالنسبة لإسرائيل وبالنسبة برضو لأمريكا. وكمان الراجل الباجح ده الترانش ده كان بيلمح كده على جائزة نوبل، يعني بعد ما وقف الحرب والنهاية العبيطة قوي اللي هو نهاها بتاعة الحرب دي وبس، يا ولاد خلاص الحرب خلصت. واحنا بنشكر ايران جدا على ردها الضعيف والكلام الخايب ده يعني. ده لو واحد في 3 ابتدائي وبيعمل مسرحية مش هيقفلها بالشكل ده يعني. ويضربوا القواعد بتاعة قطر، وهنضرب 6 صواريخ زي ما انتوا ضربتوا 6 صواريخ، تمام، وفي الوقت الفلاني والساعة الفلانية، واخلوا القواعد. اولا عشان تبقوا عارفين القواعد الامريكيه اللي موجوده، طبعا اكبر قواعد مركزيه في الشرق الاوسط امريكيه موجوده في قطر، تمام. قطر فيها 13,000 جندي في قطر، وفيها طيارات وفيها اجهزه تقدر تكشف الصواريخ والطائرات على بعد آلاف الكيلومترات، تمام. وحتى لو كانت نووي، وتقدر ان هي تبطلها وتضربها قبل وصولها للقاعده بآلاف الكيلومترات. تخيلوا. والله التكنولوجيا بتاعت اسرائيل كده. طبعا مش عايز اخش بقى اتكلم بقى على على الطيارات اللي هي الاف 35 وشديدة الدقة ومش عارف ايه، وكمان الطائرات اللي هي ما بتبيعهاش عشان طبعا امريكا تكسب تفوق نوعي بيها، اللي هي البي 1 والبي 2 والحاجات دي. مش عايز اقول ارقام برضو عشان خاطر ما نتوهش الناس، ولكن هذه حقيقة يعني. تقدر اسرائيل
تضرب الصواريخ والطيارات لان طبعا هي عامله القواعد الامريكيه في المنطقه، علشان عارفه ان هي طبعا داخله في صراع مع الصين ومع روسيا. فروسيا والصين ممكن تضرب القواعد الامريكيه في المنطقه، فهي عشان هي تحافظ على القواعد بتاعتها ديت حاطه فيها اقوى الطائرات في العالم، والرادارات والتجسس، وان هي والاسلحه والقنابل التقيله، الحاجات دي كلها لو تعرضت حتى لهجوم نووي اللي هو يعني من الاخر يعني، تقدر ان هي تضرب القنبله النوويه دي من على بعد الاف الكيلومترات وهي جايه من الصين او من روسيا، علشان ما يتسربش الاشعاع للقواعد الامريكيه. فمعنى ذلك ايه بقى؟ معنى ذلك ان النطاق بتاع القواعد الامريكيه اللي هي تركيا والشرق الاوسط، لو طلع صاروخ ولا طياره ولا تقدر ان هي تضربها وهي في مكانها. دي حقيقه. عايز تتاكد خش شوف الموضوع ده، او لو تعرف حد عسكري فاهم في الموضوع ده برضو تتكلم معاه هيقول لك. كل النهارده في نعمه موجوده على السوشيال ميديا، جوجل او الحاجات دي، تقدر ان انت تجيب اي معلومه بسهوله وببلاش. كانت زمان الناس بتتعب في المعلومات قوي وتروح تشتري كتاب وتقرا وتعمل. النهارده بقى الموضوع سهل جدا، تقدر تخش في اي وقت تجيب اي معلومه. دي ميزه طبعا من مميزات السوشيال ميديا اللي مخاطرها بقت كتيره قوي يعني. المهم نرجع تاني للاهداف بتاعه الحرب. احنا قلنا طبعا ان هم عايزين يتوجوا ابطال، وطبعا الباجح ده عايز ياخد جائزة نوبل، يقول لهم اللي انا وقفت الحرب، والحرب دي كانت ممكن تستمر لسنوات وانا وقفتها، بعد طبعا ما حقق المشروع بتاعه وقضينا على المشروع النووي الايراني في المنطقة. والحرب دي عشان انا وقفتها فالمفروض تدوني جائزة نوبل. وطبعا يعني احنا عارفين الدول بتاعت العالم بتخاف من امريكا وتعمل لها الف حساب، فممكن يدوله نوبل زي ما ادوها لاوباما قبل كده يعني. وطبعا ايه بيقارن نفسه باوباما وعايز ياخد نوبل زي ما هو خدها يعني. دي حاجه. كمان الحاجه الثالثه، وهي ان امريكا وعدت، طبعا وعودهم كذب، انتوا عارفين ما لهمش لا عهد ولا دين يعني، ايران عفوا، بان هي هتحقق لها الامبراطوريه الفارسيه، وان هي تحكم العالم الاسلامي وتستحوذ على ثروات العرب والخليج العربي من البترول. لان طبعا انتوا عارفين ايران المركز الثاني في العالم من حيث الغاز، والثالث او الرابع من حيث البترول، وعندهم المضيق بتاع هرمز ده بيعدي منه 20% من البترول اللي رايح للعالم، فمكان حيوي جدا جدا يعني. فبيقولوا لهم احنا هنخليكم تعملوا الاحلام بتاعتكم وتحققوا الاحلام بتاعتكم بتاعت الامبراطوريه الفارسيه، وان انتوا تاخدوا الثروات، تشاركونا في الثروات بتاعت العرب والبترول والكلام ده كله، وتاخدوا اجزاء من الوطن العربي، ان احنا نشترك سوا في تفتيت الوطن العربي على اساس ايه نسيطر عليه ونفككه لجزئيات اكتر ما هو مفكك اصلا يعني. تمام. دي حاجه. الحاجه الرابعه بقى كمان بعيده شويه، ودي طبعا عليها صراع اكبر من كل ده. لو انتوا عارفين ان ايران مصالحها مرتبطة جدا 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 بالصين وبروسيا، لان زي ما احنا قلنا المضيق بتاع هرمز ده بتعدي منه كل التجارة بتاعة الصين من المضيق ده، وزي ما قلنا 20% من البترول بتاع العالم، والبترول اللي بتاخده كمان نسبة كبيرة جدا، اغلب البترول اللي بتاخده الصين بتاخده من ايران. وكمان طريق الحرير الصيني اللي بيعدي من عندهم. كل الحاجات دي لو امريكا سيطرت على نظام النظام الملالي او نظام الايرانيين، الحكام الايرانيين الماسكين دلوقتي، بقى الكارت بتاعهم ده في ايد امريكا، هتقدر تسيطر على الصين وتسيطر على ايه، على روسيا ومصالحها مع ايران، اللي هو من البترول والمضيق والتجارة بتاعتهم اللي بتعدي لأوروبا وبتعدي للغرب. وطبعا هنا أمريكا تبقى مسيطرة على كل حاجة في العالم، ومسيطرة في مصالح يعني المصالح بتاعت روسيا والصين في المنطقة، تبقى أمريكا مسيطرة عليه. إذا النظام الموجود دلوقتي في إيران انصاع لأمريكا، أو جابت ابن شاه إيران ومسكته الحكم، تبقى انهت كل حاجه. فطبعا كل دي كانت اهداف
كانوا شغالين عليها وعايزين يحققوها، وبالفعل هيحققوا أجزاء كبيرة جدا منها. وادي إيران بتتآمر على العرب مع أمريكا، وطبعا كل واحد بيدور على مصالحه. وبرضو كمان يعني الصين وروسيا مش واقفة تتفرج برضو، يعني برضو مش هتسيب كده إيران يعني لقمة طرية كده في إيد أمريكا. وعلى فكرة عشان تبقوا عارفين، الأسلحة اللي اتضربت من إيران اللي هي الفرط الصوتية وشديدة الدقة، كانت زمان إيران بتضرب الصاروخ على ليبيا، سوري على سوريا بيروح على العراق أو على العراق بيروح على. فالدقة الشديدة دي والضربات الجوية والصواريخ فتاح واحد وفتاح اتنين والصواريخ وخيبر شديدة الدقة ديت وشديدة الانشطار والصواريخ الميرف والحاجات دي كلها. تكنولوجيا على فكرة تمت بتكنولوجيا وبإيد روسية صينية. الدقة المضروب بيها ديت للي ما تعرفوش، ان برضو كانوا داخلين على الخط مع ايران علشان خاطر من مصلحتهم ان ايران ما تقعش ابدا في ايد امريكا. ومش هتقع في ايد امريكا طول ما برضو اسرائيل، طول ما روسيا والصين في المنطقة مش هتسيب مصالحها كده ببساطة يعني. ففي صراع اساسا كبير جدا جدا ما بين امريكا، ما بين الشرق والغرب على ايران. دي كلها كانت الاهداف اللي عايزة تحققها ايران، ان هي ترفع كمان العقوبات عنها لما امريكا ترضى عنها، وكمان اسرائيل طبعا تحقق هي وامريكا قدام شعبهم ان هم قضوا على المشروع النووي، وان دول ابطال ولازم يكملوا وبيحققوا انجازات غير مسبوقة وياخد جائزة نوبل. وطبعا اخينا بتاع ايران الخونة العملاء، يعني حتى كل ده على حساب ايران، على حساب الشعب الايراني وعلى حساب ايران، ان هو بس كل ده عشان يكمل في الحكم. تخيلوا يا جماعة، مش ما تستغربوش اذا كان ايران نفسها الشعب بتاعها اكتر من نص الشعب خاين، وعمل كل الاختراقات دي بالتعاون مع المخابرات والاستخبارات الاسرائيليه الامريكيه، بدليل ان هم قتلوا زي ما قلنا من شويه رئيس الاستخبارات الايراني، وكمان الدفاعات الجويه، وكمان رئيس الاركان والنائب بتاعه والحرس الثوري، ومحسن زادة اللي هو ابو المشروع النووي، و70 من خيرة علماء الذرة في ايران. تمام. وكمان الراجل، لو انتوا فاكرين قبل كل ده، ما برضه ايران ما انتبهتش لكل ده ونايمه في الذره او مفوته بمزاجها، ما تفهمش عشان امريكا تعمل اللي هي عايزاه في المنطقه واسرائيل ما تتوقع اي شيء يعني. خالد مشعل ده اتقتل على سريره في مبنى الحرس الثوري الايراني، انتوا متخيلين؟ وقبل كده العروري بتاع حماس اول حاجه بدات بيها اسرائيل قتلوه هو و4 من جنوده، وما انتبهش حزب الله. وبعد كده لما الحاج محسن شكر اللي هو الرجل الثاني، الثاني بعد نصر الله، الراجل ده ما كانش حد بيشوفه خالص ولا يسمع عنه ولا اي حاجه، غير بس اللي كان بيكلمه الوحيد كان نصر الله. تمام. الراجل ده اللي عمل الضربه بتاعت المارينز في 83 وقتل 241 من المارينز من الجنود الامريكان في جنوب لبنان، لو انتوا فاكرين الحادثه دي. تمام. ومن يومها الى الان الى ما اغتالوه، شوفوا برضو ما بيسيبوش حقهم ابدا، ما كانش حد يعرف عنه اي حاجه، ما كانش حد بيكلمه غير حسن نصر الله. لما ضربوه برضو جابوا الطياره بتاعت الاف 35 وعملوا المؤامره بتاعت الواتساب ديت والذكاء الاصطناعي، وبعتوا له صوت حد هو يعرفه وحضر الاجتماع فورا، والراجل راح وقاموا مطلعين الصاروخ باختصار يعني وضربوه. يعني ضربوه في شقته، شوفوا دقه الصاروخ، ضربته في شقته والعماره كلها سليمه زي ما هي. انتوا متخيلين الاختراقات عامله ازاي والخيانه عامله ازاي، والاي اي كمان والتكنولوجيا بتاعت الاي اي بيستفيدوا منها ازاي في الاستخبارات. كل ده والعرب نايمين وتركيا نايمه في العسل، الى بعد كده لما قاموا داخلين على حسن نصر الله والاجهزه بتاعت البيجرز قبلها اكتر من 4000 جهاز اتفجروا مره واحده، كان عملوا يعني انهيار في العالم كله. ايه ده؟ ان واحد يبقى ماسك موبايل او حاجه وينفجر كده في ايده. فلازم كلنا ننتبه للاختراقات دي وننتبه للتكنولوجيا والاي اي، ونبقى شايفين عدونا بيفكر ازاي، وصل لحد فين.
مش عاملين نتفرج ونشوف الاهلي النهارده فاز كام وبتاع وعمل ايه، وشغالين بالنا بدو عمالين نشتم في بعض عشان خاطر فاز ولا اتغلب ولا الكلام الفاضي ده، وهم شغالين ليل نهار، ليل نهار ما بيرتاحوش. ازاي يقسموا الوطن العربي كله ويحققوا دولة اسرائيل من النيل للفرات؟ كاتبينها في الكنيسة الاسرائيل ده، حتى لما راح السادات عندهم في الكنيسة ايام المعاهدة كانوا كاتبينها. شوف بجحيم بجاحة موجودة ضمن الجمل اللي كاتبينها في زي ما احنا عندنا كده بنعلق حاجات كده على الحيطان وبتاع، حاطينها ان ده هدف وحلم من الاحلام بتاعتهم شغالين عليه. فكانت كل دي الاهداف زي ما هنقول كده تاني في عجالة، ان نتنياهو والترانش والرئيس الايراني عايزين يكملوا في الفترات الرئاسية القادمة ويكسبوا الثقة بتاعت شعبهم. وكمان طبعا اسرائيل وامريكا تبقى قضت على المشروع النووي، وطبعا ابطال قدام الحكومات بتاعتهم. وطبعا اخينا ياخد جايزة نوبل، وعلى فكرة مش بعيد قوي تلاقي الفترة الجاية بيدوله الجايزة بتاعت نوبل يعني. وطبعا كل ده عشان خاطر يلموا طبعا تريليونات الدولارات زي ما لموها قبل كده، قبل الحرب بحوالي شهر ولا شهر وشوية، خدوا تريليونات الدولارات من الخليج الى امريكا. طبعا العالم كله كان شايف الموضوع ده. واخر من كام يوم كده رئيس قطر ادى لترامب طيارة رئاسية، اهداله طيارة رئاسية بقيمة 400 مليون دولار، والناس في غزة مش لاقية تاكل. مش عارف اقولها ازاي والله. يعني اخواننا في غزة دلوقتي قتلوهم جياعا. يعني ال 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 بيروح عشان يطلبوا المساعدات ويصطادوهم ويقتلوهم. يعني ارتكبوا ابشع الجرائم الانسانية في التاريخ اليهود دول. واحنا العرب عندنا بيلموا مش مليارات، تريليونات الدولارات عشان يدوها لامريكا واسرائيل تقتل بيها ولادنا. شفتوا الطفل اللي كان من كام يوم كده بيصرخ لما فاض بيه هو واهله واولاده واللي زيه، بياكل الرمل من على الارض، موجود الفيديو على اليوتيوب، بياكل الرمل بيقول احنا بناكل الرمل من الجوع، وانتوا كل الفلوس دي بتدوها للامريكان والاسرائيليين عشان يحموكوا، بتأمنوا الديب على الغنم، امريكا عمرها تحميكوا؟ اذا كانت اسرائيل مزروعة في المنطقة عشان تحقق اهداف الغرب وامريكا بان ما تقومش قومة للمسلمين ولا للاسلام ولا للعرب ولا اي دولة في العرب، عايزين اسرائيل تبقى مسيطرة على المنطقة، هيحموكوا ازاي؟ يا جهلة يا متخلفين يا خونة. العرب دول خونة، انا بقولها اهوت والارزاق على الله، والله العظيم حكام العرب دول خونة. لما حاكم عربي ياخد تريليونات الدولارات تحل مشاكل الوطن العربي كله، وغزة ديت يعني يعملوا اعمار كامل شامل لغزة، ده غير طبعا ان هم ياكلوا ويشربوا زي البني ادمين ويدوها للامريكان عشان يحموه. وهما بيتفقوا مع الايرانيين على تقسيم المنطقة ونهب الثروات بتاعتها. هو ده الملخص يا حضرات بتاع الفيديو، ودي الاهداف اللي قامت علشانها الحرب. يا اللي انت مش مصدق لحد دلوقتي انت بتتفرج على الفيديو، او عندك شك في اي جملة من الجمل اللي انا بقولها، الجمل دي انا جبتها منين والكلام ده كله انا جبته منين، هو موجود على الفيديو لو انت على الفيديوهات بتاعت اليوتيوب لو انت عايز تشوف كذا مصدر، وعلى الجوجل وعلى كل مكان، ادخل دور براحتك. ده لو انت اساسا عايز توصل للحقيقة، مش بتعارض او بتأيد تأييد او معارضة عمياء وخلاص يعني، او بتدور على مصلحتك مصلحة بلدك. محدش يضحك عليك ابدا، ما تخليش حد يلعب بمخك ولا يلعب بدماغك ولا يضحك عليك، لان النهاردة انت مش فاضل لك غير بلدك وبس.